القصة ديال اليوم على واحد الشاب اللي الموسيقى ديالو والاغاني ديالو سمعها كبير وصغير من التسعينات حتى ليومنا هذا، وهي الاغاني ديالو باقا كيسمعها كل واحد ومازال كتحقق واحد المبيعات كبيره وواحد الشهره كبيره اللي مازال كيتغناو بها الاجيال واجيال. الان باقي الاغاني ديالو احسن الاغاني ديال الراي، وباقي لحد الان كيتحسب ملك الراي والحنجره الذهبيه، بالرغم من ان الوفاه ديالو مر عليها اكثر من 28 سنه. بكل تاكيد غادي تكونوا عرفتوا شكون هو هذا الشاب. هذا الشاب حسني او شقرون حسني هو اللي غادي نتكلموا عليه اليوم، وغادي نهضروا على القصه ديالته، كيفاش بدات وكيفاش نشات وكيفاش بدا من الطفوله وكيفاش بدا الحياه ديالته، الغناء، الممات ديالو، كيفاش كانت الشهره ديالته هي سبب الممات ديالو. غادي نتكلموا على هذه القصه كامله، شكون اللي كان السبب في القتل ديالو، اللي ما تعرف شكون القاتل الحقيقي ديالو حتى لسنه 2018. غنهضروا كل هذا الفيديو على كل حاجه اللي كتخص الشاب حسني اللي كي قلت لكم باقي لحد الان مالك الراي وباقي كيتحسب الحنجره الذهبيه، وباقي الطرب ديالو الاغاني ديالو خالده في اذهان الوطن العربي كامل، وحققت واحد الشهره واسعه عربيا ولا عالميا. غنبداو القصه ديال الشاب حسني من الاول حتى الاخير، من الطفوله ديالو حتى الشباب ديالو اللي كانت النهايه ديالته حد الشباب، لانه في الشباب ديالو في عمر 26 سنه توفى. غادي نتكلموا لكم على جميع الاشياء اللي وقعت للشاب حسني من الصور ديالو والاحداث ديالو، الزوجه ديالو والاب ديالو، كيفاش دوز الطفوله ديالو، شنو الاشياء اللي دار قبل الغناء. هاد المعلومات هادو درنا مجهود كبير باش نحصلوا على معلومات اللي تكون حقيقيه، وبحثنا بزاف ديال ليستوار ديال الاخ ديال الشاب حسني والزوجه ديالو والناس اللي كانوا معاه والمنتجين اللي كانوا معاه باش نقدم لكم هذا الفيديو. المهم الا عجبتكم القصه نتمنى ان شاء الله تخليو لنا واحد اللايك، واللي ما عمرو شاف هذه القناه ديال انس نتمنى ان شاء الله تشتركوا معنا، يكونوا قصص زوينين، يكونوا قصص في المستوى. الشاب حسني دوز الطفوله ديالته كاي طفل عادي، كان ولد اسره فقيره، كان الاب ديالو تيمتهن مهنه الحداده، وكان الاب ديالو تيحلم باش ان الابن ديالو اللي هو حسني شقرون منين يقرا ويكبر يتوظف ويولي في واحد الوظيفه ديال محامي او دكتور. ولكن شاءت الاقدار الشاب حسني لاعب ديال الكره، لانه كان تيحب كره القدم. في واحد البرنامج كانت هضرات الزوجه ديالته مملوكه او ملكه زحزوح، وقالت بلا ان الشاب حسني كان تيعاود لها بلا انه كان ملي كيكون في الحجره ديال الدراسه كان دائما العقل ديالو والفكر ديالو كيمشي لكرة القدم، وكان تيحلم باش يصبح لاعب ديال كرة القدم. وبالفعل قدر انه يحقق هذا الحلم، وقدر انه يلعب في واحد الفرقه قوات في الجزائر. ولكن شاءت الاقدار وما فعلت انه في واحد المقابله صاب في الكاحل ديالو، صبات لواحد الاصابه اللي كانت صعيبه بزاف. من بعدها مشى للمستشفى، ولكن واحد الفتره اللي كانت طويله ديال العلاج. من بعد ما رجع باش يلعب كره القدم لقى راسو بلا انه تزاد في الوزن ومبقاوش عنده دوك المهارات اللي كانوا عند الشاب حسني. تما صافي اعتزل كرة القدم وبدا حياة جديدة. كان تيتصنت لفريد الأطرش، كانوا من أجمل أحسن المغنيين عنده هو فريد الأطرش، وهو اللي كان الملهم ديالو. من بعد الشاب حسني بدا كيغني، بدا تيمشي يغني في الكباريات والحفلات، وبدا تيمشي يغني في الأعراس، بدا كيغني في جميع المناسبات، وكان الصوت ديالو كلشي كيعجبو اللي يسمع الشاب حسني كيسمعو كيعجبو داك الصوت ديال الشاب حسني والغناء وطريقة الأداء ديالو. بداو كينصحوا الأصدقاء ديالو وبداو كينصحوا الناس أنه صافي يتبع هذه المهنة ديال الغناء. وبالفعل أول ألبوم ديالو خرجو سنة 1986 اللي هو كان ألبوم البراكة. هذا ألبوم البراكة اللي كان غناه مع واحد المغنية اللي كانت ديك الساعة معروفة وباقا لحد الآن معروفة، اللي هي الشابة الزوانية. هذاك الألبوم قدر أنه يحقق واحد النجاح كبير، تما تعرف الصيح ديال الشاب حسني، وبدا الشاب حسني كيقبض واحد الشهرة واسعة لا في الجزائر لا خارج الجزائر. بداو منافسين على الشاب حسني، بداو شركات كيتنافسوا باش يكون الشاب حسني من الناس اللي عندهم باش يقدم ألبومات على حساب الشركات ديالهم. بالفعل بدا يكتسب شهرة كبيرة بزاف الألبومات، ومن بينهم الألبوم ديال البيضة منى مراد، الأغنية اللي كاين جميع الناس كتعرفها، اللي قدرت أنها تحقق أكثر من 120 مليون نسخة مبيعا.
ما عمر شي أغنية قدرت أنها توصل لهاد العدد في ديك الوقت، ولكن أغنية الشاب حسني قدرت أنها توصل لهاد المبيع في ديك الوقت. من بعد الشاب حسني بدا ولاو عنده سهرات خارج الجزائر، من بينهم باريس في فرنسا اللي كان تيدير دائما فيها سهرات. تما تعرف على ملوكة أو ملكة زحزوح اللي تزوج بها وولد معها الابن ديالو الوحيد عبد الله. تما تعرف على هاد الملكة، بدا هي اللي زادته في الإلهام وزادته بزاف د الحاجات، لأن أكبر أو الكثير من الأغاني ديالهم أنهم على هاد الزوجة ديالته. من بعد ما كانوا عنده معها مشاكل وكان عنده معها ضغوطات، بدا كيغني كيخرج كل ما عنده، وزاد حتى الفراق ديال الأخ ديالو زاد عطاه واحد الإلهام اللي ولا تيخرج كل ما عنده في الأغنية العاطفية والأغنية الحزينة. اللي كان الصوت ديال حسني هو المهدئ ديال الشباب في ذاك الوقت، وكان هو الأكسجين ديال الشباب في ذاك الوقت. كان كلشي كيتسنى فوقاش الشاب حسني يخرج الألبومات ديالو، باش تعرفوا أن الشاب حسني كانت عنده واحد المكانة كبيرة، أنه قدر يخرج أكثر من 175 ألف ألبوم. هاد الأغاني اللي خرج حسني راه واحد الكمية كبير وحسني. من بين هاد الأغاني الناجحة اللي كانوا كاملين ناجحين، ولكن من بين الأغاني الناجحين هي ما تسالونيش اللي بكيت عليها، طال غيابك يا غزالي، البيضة مون أمور، بزاف الأغاني اللي غناهم الشاب حسني. ولكن الحاجة اللي كانت السبب أنه غادي يفقد الحياة ديالو الشاب حسني من بعد السهرة اللي كان دار في سنة 1993 في واحد الملعب في الجزائر. ديك السهرة اللي كان دار في ذاك الملعب كانت هي السهرة الأخيرة للشاب حسني، لأن في ديك السهرة كان دار واحد اللقطة اللي ما عجباتش بزاف ديال الناس وما بغاوهاش بزاف الناس، ومن بينهم هاد الناس اللي كانوا هما السبب في القتل ديالو. هي من بعد ما طلعت واحد الفتاة رومانسة وقبلها الشاب حسني على طريقة ديال الغرب. تما بداو كيجيو تهديدات للشاب حسني، ولكن الشاب حسني ما توقفش على الغناء وما حبش وما خرجش. كيخرجوا مجموعة ديال المغنيين اللي تلقاو التهديدات خارج الجزائر، بل هو بقى في البلاصة ديالته، بقى في الحومة ديالته. ولكن واحد النهار الشاب حسني جاه واحد التهديد اللي كان آخر تهديد، اللي هو كفن وبوكي الورد وريحة. هادشي كيدل على أنه إن ما غتوقف ولا غتموت. ولكن الشاب حسني ما حبش هذه هي اللي كانت السبب النهاية ديالته. واحد النهار الشاب حسني رجع للدار ديالهم في كومبيطا، في البلاصة فين تولد فين تزاد في وهران. تما تيغوتولو جوج ديال الأشخاص اللي كانوا هما اللي غادي يساليو مع الشاب حسني. الشاب حسني كي تيقولوا الناس اللي كانوا في ديك البلاصة، كان أي واحد غوتلو كيمشي عنده، تسنى دوك جوج ديال الناس حتى جاو عنده. تما ضربوه بجوج قرطاسات اللي كانت واحدة في الراس وواحدة في الصدر ديالته، اللي منفذ ديك العملية. من بعد ما هدر ومن بعد ما قال، كان قالك بغا يضربو في العنق ديالو ماشي في الصدر ديالو باش عمرو يولي يغني. في سنة 2018 تعرف شكون اللي قتل الشاب حسني، لأنه اعترف بالاسم ديالو واعترف بنفسه لواحد الكاتب فرنسي. اللي هاد العملية ديال اغتيال الشاب حسني كانت بسبب الجماعة الإسلامية مسلحة، هما اللي كانوا قتلوا الشاب حسني في ذاك الوقت في الجزائر. لأن هاد الجماعة الإسلامية المسلحة كانت في الجزائر كثيرة، وكانت باغا تحبس هادشي د الغناء، خصوصا بحال الشاب حسني اللي كان تيدير أغاني عاطفية وأغاني رومانسية اللي كانت هما بالنسبة لهم كتشكل واحد الخطر كبير. هي قصة الشاب حسني اللي الناس كاملين في الحي ديالو كانوا تيأكلوا، ولحد الآن باقيين تيقولوا بأنه كان من أرقى الناس تواضعا وأدبا، وكان تيدير الخير. وما بالكم بأنه نهار الاغتيال ديالو كان جايب واحد الكروسة ديال المعاقين لواحد السيد اللي قريب ليهم أو الجار ديالهم. ولكن شاءت الأقدار هذا الشيء اللي وقع للشاب حسني، أنه سنة 1994 يوم الخميس 29 سبتمبر تما كانت النهاية ديال الشاب حسني، وكانت النهاية ديال داك الصوت العذب، ديك الحنجرة الذهبية، وداك الأغاني الجميلة ديال الشاب حسني اللي كان صغير وكبير كيتصنت ليها وكيسمع ليها. هذه هي القصة ديال الشاب حسني. نتمنى إلا عجبكم الفيديو تخليو واحد اللايك وتشتركوا في القناة باش دائما نعطيكم قصص اللي تكون حقيقية